6 حاجات هتساعدِك في طريقِك للحجاب لو لسه ما خدتيش الخطوة أو هتاخدي الخطوة جديد. السلام عليكم، إزيكم؟ أهلًا بيكم في الحلقة 29 اللي قبل الأخيرة من ليه الحجاب. مشوارِك لربنا هو مشوار كبير وطويل وفيه حاجات كتير، وخريطة المشوار معروفة، والطرق اللي فيه كمان معروفة، واللي بيمشي في الطريق مسيره بيوصل في الآخر. والحجاب طاعة زي أي طاعة، محتاج قلب فيه قدر من الإيمان عشان نعملها، والإيمان بيزيد وينقص، وكل ما الإيمان بيزيد الطاعة تبقى أسهل والمعصية تبقى أصعب، والعكس صحيح. فإحنا محتاجين نشتغل على إيمانك بشكل عام، ودول 6 حاجات هتساعدك في الطريق. أول حاجة القرآن. تعلقك بالقرآن هيديكي منظور مختلف للحياة. القرآن بيحط كل حاجة في وضعها الصحيح وحجمها المظبوط. الدنيا ليها حجم والآخرة ليها حجم، نفسك ليها حجم والشيطان له حجم والبلاءات لها حجم، وكل حاجة في حجمها المظبوط. القرآن بيطهر القلب وبينقيه وبيعمل لك بوصلتك مظبوط. فقراءة القرآن يوميا زي الورد، زي ما احنا بنسقي الزرع عشان يعيش ويكبر، قلبنا محتاج للقرآن علشان يعيش. فالقرآن قراءة يوميا، وعايزين تفسير شوية، عايزين سماع شوية، عايزين نحفظ شوية، عايزين نخلي حياتنا عموما مرتبطة بالقرآن. القرآن مبدل للأحوال ويشفي أمراض القلوب. يقول تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحاجة التانية هي الصحبة. الصحبة من هنا لبكرة. والله ناس دخلوا وهيدخلوا الجنة بسبب الصحبة، وناس دخلوا وهيدخلوا النار برضو بسبب الصحبة. انت شخصيا خلاصة اقرب 5 اشخاص ليكي. فانت لو صحابك دلوقتي مش صحبة صالحة، محتاجة تدوري على صحبة صالحة، وصدقيني هتشربي منهم اصلا غصب عنك. حتى لو مش بتحبيهم قوي، حتى لو فيهم مشاكل، معلش عديها وتغاضي عن ده علشان تصبري نفسك معاهم. استحمليهم وخليكي انت القدوة الكويسة بعد كده. ومعلش لو حد هيطلب صاحب من غير عيب عمره ما هيلاقي، ولكن محتاجين نصبر عليهم ونخلي نفسنا معاهم. يقول سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وتعريف الصبر هو حبس النفس على ما تكره. فحتى لو بتكرهي القعدة معاهم، احبسي نفسك معاهم، ده اللي فيه الخير والصلاح ليكي. وده افتراضا، يعني انا عارف ان الصحبة الصالحة اصلا صحبة فرفوشة وجميلة وزي الفل. الحاجة التالتة الاستغفار. زي ما قلنا كتير قبل كده، الذنوب بتقفل القلب وبتقسيه وبتكبله، بتمنعه عن الانطلاق لطريق ربنا. فالاستغفار هيساعدك جدا في ده. محتاجين نخفف القلب بالاستغفار الكتير، وان شاء الله حاجات كتيرة جدا من اللي انت خايفة منها بسبب الحجاب او خطوة الحجاب هتروح بسبب الاستغفار. الحاجة الرابعة، حافظي على صلاة الفجر في وقتها. طبعا كل الصلوات، ولكن صلاة الفجر خصوصا، عشان انا عارف انك مقصرة فيه. اللي عنده ارادة انه يصحى كل يوم بدري ويسيب السرير الجميل والغطا الدافي ويروح يتوضى، وممكن تكون المية ساقعة، اللي يقدر يعمل ده كل يوم يقدر يعمل اي حاجة. غير ان انت محتاجة معية ربنا معاكي طول اليوم، واللي هيعمل ده هو محافظتك على صلاة الفجر في وقتها. الحاجة الخامسة حضور الدروس. دلوقتي الحمد لله حضور الدروس بقى أمره يسير، وبقى في حلقات كتير ومعلمات بتدي دروس وشيوخ، وعلى الأرض كمان مش أونلاين بس. دوري على الحلقات والدروس دي، واسألي البنات اللي حواليكي أو اللي سبقوكي، واعرفي الأماكن دي وروحي واحضري. حتى لو مش محجبة أصلا أو محجبة نص نص، الدروس دي أصلا مليانة بكل الفئات. واحنا اتكلمنا كتير بقى، إن شاء الله محدش ولا هيضايقك ولا يسخر منك ولا أي حاجة. روحي طبيعية جدا. ولو لقيتي حتى دورات علمية، اسألي بس هي موثوقة وكويسة ولا لا، وخشي عادي، انطلقي، احضري، ارمي نفسك في طريق ربنا. سيبي نفسك للدين وهو هيظبطك لوحده. الحاجة السادسة ودي بونص من عندي، هي سلسلة معوقات الطريق إلى الله للمهندس علاء حامد. السلسلة دي موجودة على يوتيوب، هي تحت بند الدروس، بس أنا حطيتها في نقطة لوحدها لأهميتها. ولما تخلصي سلسلة معوقات الطريق إلى الله، خشي على السلسلة اللي بعدها أساسيات الطريق إلى الله. الاتنين بيكملوا بعض، وبعد ما تحضريهم اوعدك باذن الله هتلمسي التغيير الجذري اللي في حياتك. وبكده نكون خلصنا ال6 حاجات اللي هتساعدك في طريقك للحجاب. خلينا نراجع عليهم بسرعه. 1 القرآن، 2 الصحبة، 3 الاستغفار، 4 صلاة الفجر في وقتها، 5 حضور الدروس، 6 سلسلة معوقات الطريق إلى الله، وكمان سلسلة أساسيات الطريق إلى الله.
وبس كده. لو عندك اي سؤال سيبيه تحت في الكومنتات وهنرد عليك ان شاء الله، او لو عندك سؤال خاص مش عام سيبي كومنت عندي سؤال وحد من فريقنا تتواصل معاكي وتوصل ليا سؤالك. ولو حابه تخشي قناه تليجرام بنتكلم فيها على الحجاب فسيبي كومنت برضه هندخلك فيها. وبس كده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو بتتفرجوا على يوتيوب، لايك على فيسبوك وفولو على انستجرام، وما تنسوش تعملوا شير عشان غيركم محتاج يسمع الكلام ده. واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه والاخيره من سلسله ليه الحجاب. سلام.